بصوا يا جماعه، في بدايه الحلقه دي انتوا هتشوفوا التصوير مش مظبوط لان حصلت فيها حاجات اقسم بالله حقيقه ان الكاميرا تقع، البتاع بيتقلب، الستاند بيتخلع، فالتصوير ما كانش مظبوط. واول مره تحصل الحلقه دي يمكن عشان فيها جنه وعفاريت ربنا يستر، بس كان لازم فيها هدف، لازم ان انتوا تشوفوه. كملوا الفيديو معايا وسموه وقولوا بسم الله الاول. كمان والله العظيم اقسم بالله الموضوع ما يتسكت عليه، وحياة المصحف الشريف حتى وانا بكمل الفيديو الكاميرا اتخلعت، الستاند الكاميرا بتاعته اتخلعت، في حاجه مش مظبوطه، والكاميرا كل شويه تقع، والستاند ذات نفسه بيتخلع، في حاجه. بس هكمل، انا ما بخافش من ربنا وبس، انا هكمل. بصوا يا جماعه، احنا عارفين طبعا، بصوا لو الصوره بتميل معاكم ده الستاند كل شويه بيتفك وبيقع، عشان تبقوا عارفين. ماشي، هنظبطه دلوقتي، ظبطناه. فدلوقتي يا رب تكمل الحلقه على خير ان شاء الله، يعني ان شاء الله. بصوا، اللعبه هي عباره عن ايه؟ هي البنت جت واتكلمت، طلعت في برنامج هي واهلها، لان هي يعني اتبهدلوا، عارفه كده، اتغسلوا واتعصروا واتنفضوا واتحطوا كده هو لغايه ما نشفوا خالص، اتبهدلوا. طبعا قالوا ايه؟ هي البنت عملت ايه؟ قالت ان هي جت، هي اللعبه منتشره في المدرسه بقالها اسبوعين، عشان تبقوا عارفين. هي لعبه شارلي، انا عن نفسي انا اول مره اسمعها. انا شفت الفيلم، انا بحب نوعيه الافلام دي، انا شفت الفيلم بس ما اعرفش ان في لعبه اسمها شارلي اصلا. فبصوا الصوره بتميل ايه، والله لا كمل، ما بخافش على فكره. فايه، فطبعا ايه، البنت بتقول جت، هو المذيع بيسالها انتوا عملتوها في الحمام؟ لان في ناس قالوا دول عملوها جوه الحمام. قالت لا، على كلام البنت، وانا مش مصدقه الحته دي. قالت لا، قدام الحمام، هي بتقول كده. فبتقول ان هي جابوا بشكل عمودي زي ما شفنا في بدايه الفيديو الاقلام الرصاص، مش فاهمه ايه وكانت الاقلام الرصاص، كل ده عشان اللعبه اتنشرت على تيك توك، عملت فيديو. وان هي كتبوا مش عارفه على شكل 4 يس ونو وكده، وقعدوا يندهوا اسم تشارلي كذا مره بعدد معين، ويعني فبيقولوا يعني انت موجوده او كده، يعني لا بالانجليزي، يعني الانجليزي. احنا ملاحقين على الجن العرب، ملاحق على الجن الانجليزي، ده المصايب السودة دي بجد. فعقدة الخواجة حتى في الجن، يعني حتى في الجن عايزين يجينا اجنبي. فالمهم البنات هم تقريبا في اعدادي، مش عارفه بقول عليهم تالتة اعدادي، انا مش عارفه. وبعد كده هوت طبعا هي بتقول كلامها ان قلبت حرب. هما بيقولوا هما في ناس بيعملوها ويسالوا اسئله، انا مش عارفه، في ناس بيقولوا دم ويعملوه. في واحده قالت، البنت ما ذكرتش حكايه دم ان هي لخبطوها في اللعبه، هي البنت ما قالتش كده، واكيد مش هتقول كده، حتى لو هي عملت كده فعلا هي مش هتقول كده. هي تقول عملتها وكان معاها 3 مظبطه، واحده ما كانتش بتلعب معاهم بس هما كانوا وان هما فبتقول هي لما لقت القلم الرصاص اتحرك فقالت لا يمكن ان هو حركه. فبتقول هي بقى داخله الحمام عشان كان في حصه وكده، فبتقول شافت حاجه. شافت ايه؟ شافت على كلامها بتقول مش يا جماعه، شافت بتقول ان هي لقت راس سودا من غير عينين، يعني العين قصدي مش فاكره بيضة وراس وشعر النهار. ممكن تصفوت في ايه؟ والله كده النهارده حلقة مش مظبوط، لسه حكت ليلة. معلش انا بعمل الحمد لله قلبنا قوي وما بنخافش من ربنا، والحمد لله ربنا معانا. المهم ندخل. البنت قالت ايه؟ قالت ان هي بعد ما شافت كده طبعا صوتت، وان هي طلعت تجري من الحمام، وبتقول وبعد كده ما حسيتش بحاجه، لان هي بتقول اغمى عليها. فطبعا انتوا عارفين في بلدنا اي حد يصوت
يعني اللي في وشه هيصوت يعني ما يسألش فيه ايه مش هيسأل فيه ايه، انت بتصوت. طب انت بتصوت ليه؟ لان في ناس بيقولوا ان هم شافوا على كلامهم ان هم او طلع كلام الله اعلم الكلام ده صدق ولا كده. اكيد اهلها هيقولوا كلام وهيقولوا كلام لا هيكذبوه، وده عشان مصلحه بنتهم ما تعرفوش حاجه فين. بس من كلام بنات تانية في المدرسه بيقولوا ان هم شافوا بنت شعرها منكوش وواقف وعينيها بتنزل دم وبتصوت. وبنت تانية بتقول على كلام بنت، والله يا جماعه الكلام ده من البنات اللي جوه، ان هي بتقول بنت طارت ومش عارفه ايه، فهي بتقول هي قف عليها. انما الكلام التاني ده من بنات جوه المدرسه قالوه، والكلام على مسؤوليتهم مش على مسؤوليتي انا، مش عشان محدش يقول انت بتقولي كلام تخوف. انا بقول الكلام اللي اتقال، وكل ده مش موضوعنا، انا هتكلم على اصل البنت اترفضت وكده. المهم فطبعا الناس هيقولوا لي احسن مش احسن، استنوا بس اصبروا خلي الحلقه دي تخلص على خير. فالبنت لما حصل كده بيقول لك اهلها بيقول لك اتصلوا بيهم، وطبعا حصل هيجان وكله بقى يصوت ويجري، وفي ناس مدرسين قفلوا على الطالبات في الفصول، وفي طبعا بقى اللي يصوت واللي يجري، وطبعا اتقلبت. انتوا عارفين لكم ان تتخيلوا المنظر. وطبعا شفنا عربيات اسعاف فعلا راحت، واللي في بنات سرقوا وفي بنات خافوا وفي ناس جالهم انهيار عصبي من اللي شافوه وكده. بقى البنت بتقول ابوها بيقول ان هي بعتوله وقالوا له هاخد بنتك ومش عارفه ايه وكده. هي حالتها كويسه، بس هما الكلام يعني الكلام بيتقال كتير وفي صدق وفي كذب، وتعرف بقى الاشاعات هتظهر في الحته دي. الراجل بيقول ان هي اتفاجئنا ان هي، وفي ناس بيقولوا ان هي كانت بتعيط دم او تبكي دم نازل من عينيها دم. قال لا ما حصلش على كلام اهلها، يعني في ناس قالوا كانت بتبكي دم، في ناس تانية بيقولوا دم اسود. في ناس تانية هي اهلها بيقولوا ان لا الكلام ده ما حصلش، الكلام دوت علشان هي يعني كانت حاطه قبلها في فرح، وكانت حاطه مسطره، يعني فرحانين بتطوف في الافراح في الارياف كده، او يعني في اي مكان فرحانين بالطوم رايحين فرح بقى، فبيزوقوا بقى، في اللي بيحطوا روج، في اللي بيحطوا مش عارفه مكياج. هي كانت حاطه مسطره، فهي كانت يعني تاني يوم في المدرسه، وهي بتبكي او كده عينيها دمعت، فنزلت بتاع اسود. هم بيحسبوها دم اسود، وممكن يكون الكلام اهلها كده، الله اعلم. هو بيقول كده يعني، مش هي ما حبكتش الفرح قبل اللعبه دي السودا دي قبليها. المهم هما طبعا هيقولوا كلام، والناس التانية هيقولوا كلام. بصوا بقى احنا اساس موضوع الموضوعين واللي خلاصه الموضوع، هما بيقولوا ان اصلا البنت تم رفضها طبعا رفض. بصوا يا جماعه، انا طبعا احنا ما بننكرش ان البنت غلطه فيها، والبنت على فكره ان هي بتقول الدرجه المنتشره في المدرسه كلها، كل بيلعبها بقالها بتاع 15 يوم. طيب لعبه زي دي انا شايف البنت غلطت هي او غيرها، ماشي؟ يعني هي الوحيده اللي اترفضت، ماشي؟ طب انا عايزه افهم حاجه، غلط تتعاقب فصل كام يوم ممكن، انما فصل نهائي ليه؟ يا مدرسه، يا مدرسه المستقبل، يا اساتذه، يا محترمين، يا المسؤولين، البنت بتترفض وحياتها. انتوا بتلوموا البنت على ايه؟ المدرسه اللعبه دي منتشره في المدرسه دي، واكيد مش في مدرسه بس، اكيد في مدارس تانية كتير، ماشي؟ بغض النظر بقى مستوى المدرسه، وممكن تلاقيها في المدارس كمان تانية يعني اعلى او اقل. انتوا دلوقتي بتضيعوا مستقبلها ليه؟ عشان لعبه منتشره. انتوا بتحاسبوا البنت ليه؟ بتحاسبوا البنت علشان لعبه طلعت على النت؟ طب ما تحاسبوا اللي طلع اللعبه دي ونزل الفيديوهات على النت، زي اللي حصل قبل كده العاب مش هقول اساميها وكلنا طبعا عارفينها، وناس كتير اتأذت بسببها. لعبه زي دي انا عن نفسي كنت اول ما بس لعبه زي دي واللي بقت مثلا دلوقتي يعني هي الوحيده فسيبها المسؤولين معاك هترفضوا بقى المدرسه كلها، ولا هي بقى مش كده؟ هي دي كده والله يعني مش نفس القلعه. طب خلي معاها ناس تانية، بنات تانية كانت بتلعب في اوقات تانية،
ولا هي علشان حصل ساعتها وصوتت وكده وحظها الاسود ان القلم اتحرك، او هي شافت حاجه والتانيين ما شافوش. ففي ايه يا جماعه؟ احنا ناقصين عفرطه، احنا ناقصين. ده الواحد ماشي تحت عفو ربنا وبنقول يا رب عدي الايام على خير، والواحد لما بيشوف دله يعني بيخاف والله، بيقلق. هنهزم الواحد اصلا يبان انه قوي، بس في اوقات يعني الواحد برضه بيخاف شويه، يعني احنا مش جبلات. فطبعا ايه، فانا عايزه بجد والله انتوا بتضحوا بالبنت اللي انا لازم القرار يتراجع فيه. عاقبوها عقاب معقول. الطفله دي طفله ماشي، بغض النظر شافوا لعبه وحبوا يعملوها وكده اكيد غلطوا، عاقبوهم على قد تفكيرهم. دول في ناس عايزين يقلدوا، عايزين يجربوا، ما ده سن كده، ده ممكن تلاقي الاكبر من كده ويبقوا ناس كبيره وواعيه ويشوف حاجات على النت ويقولوا يجربوها. يا جماعه حاسبوا المسؤولين عن كده، حاسبوا الناس اللي الفيديوهات دي على السوشيال ميديا، حاسبوا يا جماعه كل واحد كان مسؤول ان الفيديو ده كله ينتشر في جميع المراحل السن. في سن خطر جدا يا جماعه، ممكن يتاذوا، ممكن ناس لما يشوفوا فيديو زي كده ما يستحملوش من الصدمه، وفعلا ممكن ناس تموت. فانتوا يا جماعه بلاش البنت دي هي تبقى كشفتها علشان الناس ما تتكلمش والناس تسكت. حاسبوش، ما تحاسبوش سما، حاسبوا ولا تحاسبوا حتى المدرسه، لان انتوا ده نقطه وبحر، لان اكيد منتشر في حته تانية ومختلف الاعمار مختلف البلدان، مش في مكان واحد بس. فبلاش يبقى هي دي في الوش وتضيعوا مستقبل بنت عندها 13 سنه ولا 14 سنه لسه طفله علشان شافت حاجه على من مساوئ السوشيال ميديا. هي دي من مساوئها، زي ما ليها طبعا مميزات كتيره جدا جدا، دي من اكبر مساوئ السوشيال ميديا. العاب زي دي العاب خطيره، ممكن تدمر ناس، ممكن مستقبلهم، ممكن حياتهم، فاهي مستقبلها باظ. في ناس ممكن تتأذي اكتر من كده، لان بجد يا جماعه بجد والله في يعني لازم حاسبوا المسؤول، حاسبوا اللي نزل الفيديو، مش البنت اللي لعبت مجرد لعبه شافتها على النت. لان انتوا كده لو هتعملوا فلتره وكده زي المدخل تقعدوا تزوروا تنزلوا من المسؤول، صدقوني اللي ماسك هو المدخل واللي خد كل ده هو ده اللي متضايق، هو ده اللي انتوا مش عارفينه. ما تحاسبوش طفله صغيره، حاسبوا المسؤول، حاسبوا اللي نزل فيديو زي ده. انا بطالب يتقبض عليه. الناس زي دي سواء على الفيديو ده او الالعاب المماثله ليه والمتساويه ليه، لازم دول يتحاسبوا، لازم فعلا يتعمل لهم قانون للجرائم الالكترونيه زي دي. الفيديوهات الخطيره دي دول يبقى ليهم عقوبه في القوانين وننزل لهم قانون يعني خاص بيهم. انا بطالب يتعمل لهم قانون، لان دي عامله زي جريمه، زي الجرائم اللي هي بتؤدي الحاجات دي الوفاء، لان في ناس تموت. فقتل على عمد اعملوها باي صيغه، بس لازم يتعمل لها قانون ويتعمل لهم الناس دي تتابعوا مهما كان في بلدهم في كل البلدان، عشان ما يقولوش اصل ده بلد تاني مش هيطبق عليها قانون. في كل بلد عربيه اجنبيه لازم يطبق فيها قانون ويتعمل لنوعيه الناس دي اللي بتنشر الناس دي الفكر ده، لان ده اكيد فكر هم مش عاملينه كشو ولا فانتازيا ولا كده، اكيد معمول بغرض الاذى وان هي مش كويسه. لازم يطبق عليهم قانون. اتمنى الفكره بتاعتي دي ان هي تتنفذ وتكون حيز التنفيذ فعلا، وان هم يتعاقبوا يبقى عقوبه شديده جدا، عشان فعلا زي ما قلت يعني يخافوا ان هم يفكروا مجرد فكره ان هم يعملوا فيديوهات زي ديت. انا عن نفسي مشفتهاش، بس عن شفته حزنت جدا. انا يعني ممكن اي حد اقرب واكتر جدا ان هو يعملوه. فلا يا جماعه مش كل الحاجات بتتعمل، مش كل حاجه بتتعمل، لان هم هيدرسوا المستقبل ده. فاتمنى القانون الجديد يتعمل في اتجاه ده. والله العظيم يا جماعه فعلا فعلا الناس
نادرين مش باينين، وده اخطر انواع الجنون. فاتمنى حاجتين دول يتنفذوا، وان شاء الله نسمع قريب ان المدرسه تراجعت عن قرارها، تعاقبها تمام، البنت غلطت وكل حاجه، بس مش هي لوحدها غيرها غلط، بس يعني هم كانوا بيجربوا حاجه غلطوا، يتعاقبوا عقاب زي قرصة ودن، مش احنا نضرب ضربة بوكس توقع خالص ما تقومش، ده غلط. ربنا يسلم الناس جميعا في جميع انحاء العالم، لانها ممكن تتشاف في جميع انحاء العالم، وفي ناس ما تستحملش خالص الفيديوهات دي. يا رب يا رب ما تشوفوا اي سوء او اذى في اي حد تحبوه، ويسلمنا جميعا ويحفظ جميع عباد الله، ويحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب العالمين. والحمد لله عدت على خير الحلقة، نقابلكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.